السلام عليكم أيها الشرفاء. أريد أن أقول ولعلي أتحسس ذلك أن روح الشهيدين الآن تتسامران مع أرواح هاني الهانيين وقنبر وكل الشهداء الصافي والإسكافي ونوح. ثقوا تماما أن تسامرهم الآن يقولون أن دماءنا الطاهرة لم تذهب عبثا، بل إنها فداء لهذا الشعب العظيم. نفديك يا شهيد وروح بالدم، نفديك يا شهيد وروح بالدم، نفديك يا شهيد وروح بالدم، نفديك يا شهيد. الشعب الوفي، هذا الشعب المضحي بكل سلمية وحضارية يقول للعالم وليس فقط البحرين، يقول لهم نحن الشعب النبيل الذي إذا عاهدنا على شيء نستمر على هذا العهد ولا نخون هذا العهد. كلنا أوفياء لجميع عهودنا، وغيرنا الذي ينكث عهوده، وحتى أن نكث عهوده فإننا باقون على العهد لا نخون أبدا. يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. شعاراتكم أيها الأحبة يسمعها العالم جميعا، وهذه الأعداد المباركة تتزايد، ويمكن أن تتزايد أو لا سمح الله يمكن أن تتناقص بشعارنا الوطني، بمطالبنا الوطنية التي يجمع عليها أغلب أهل البحرين الشرفاء. نستطيع أن نحول هذه الأعداد إلى 3 أضعاف و4 أضعاف و10 أضعاف. بنوع من اللون المذهبي، ويحاولون أن يوصلوكم باللون الديني، ويحاولون أن يوصلوكم بالإرهاب وبالعمالة وبكل شيء، ويجيشون الطائفية. فحذاري حذاري أن تنجرون إلى ذلك. إخلاصنا لدماء الشهداء أن تكون شعارا من أجل الشهداء. كان لهذا الوطن، كان للسنة قبل الشيعة، لم يكن للشيعة، بل كان لكل الوطن، بل كان لكل الوطن. أنتم اليوم مسؤولين مسؤولية كاملة عن هذا الوطن. أنتم تصنعون مستقبل هذا الوطن بشعاركم الوطني، بوحدتكم الوطنية، بالتفافكم حول أنفسكم وتقريب الناس منكم. نريد أن يعج هذا الميدان بكل الكفاءات الوطنية من مختلف المهن. نريد أن يكون من كل المكونات وهم حاضرون. شعاراتكم أيها الأحبة هي التي تقرب، هي التي تجعل من هذا الميدان حسن مستقبل البحرين. فعليكم، ووصيتي هذه ما تعلمته من أستاذي سماحة الشيخ وسماحة القائد، أقول لكم أنتم تحددون مصير بقائكم ليس في الميدان، وإنما مستقبل البحرين، مستقبل البحرين وأجيال